السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نشكر راديو مارس على الاهتمام ديالو والالتفاته ديالو للنادي حسنيه أكادير. مرحبا الدار داركم. حسنيه من الانديه المتميزه واللي ديما كنفتخروا بها. الحسنيه غير ناخذوا الخطوط العريضه باش نديطايو الخطوط العريضه ديال هذا الجمع عام اللي كنتوا كتقولوا انه جمع عام مهم محوري. دار الجمع العام هذه يومين، شنو هما الخطوط العريضه نقدروا نوصلوها للجمهور المغربي والجمهور الحسني بالاخص على هذا الجمع عام هذا؟ اولا كيف ما تعرف الجميع كان عندنا جمع عام عادي وجمع عام غير عادي، وبزاف الناس كانوا تيتسائلوا شنو زعما المعنى ديال جمع عام عادي وجمع عام غير عادي في نفس الوقت. فكيف ما شرت كان عندنا نقاط في جدول الاعمال اللي كاين نقاط اللي ممكن تدرجها في جمع عام عادي والاخرى ما يمكنش، يعني خص يكون جمع عام غير عادي. فمن بين النقاط اللي كانوا في جدول الاعمال الاول اللي كان عادي كان التقرير المالي والادبي ديال السنه الفارطه. كانت نقطه مهمه في جدول الاعمال اللي هي اننا غادي نرفعوا القيمه ديال الانخراط من 5000 درهم ل 10000 درهم. هذه هي النقطه المهمه اللي كانت بين النقاط ديال الجمع العام. الحمد لله يعني الاخوان المنخرطين يعني كانوا واعيين بالاهميه ديال هاد النقطه هذه، وتمت المصادقه عليها بالاجماع. صراحه هذا تيبين يعني الانخراط ديال الاخوان المنخرطين، الدعم ديال النادي هي واخا تكون يعني كنقولوا رمزيه، ولكن صراحه هذا تيبين يعني الانخراط ديالهم والمساهمه ديالهم في الخزينه ديال النادي. كان النقاط الاخرين اللي هما تيهموا جدول التقرير الادبي والمالي ديال السنويه ديال الفارطه اللي حتى هما تم التداول فيهم الحمد لله ودازت الامور كلها على احسن ما يرام. كان جمع العام غير العادي، يعني من بعد الانتهاء ديال الاشغال ديال الجمع العام العادي دزنا لغير العادي اللي كان بين النقط ديال جدول الاعمال ديالو كانت يعني هو حنا كنا تنقولوا تعديل القانون الاساسي والقانون الداخلي ديال النادي، ولكن هو القانون الاساسي كانت ملائمه اكثر ما هي تعديل، بحكم ان القانون الاساسي ديال النادي كانت بعض الفقرات ديالو يعني ما كانتش ملائمه مع القانون الاساسي النموذجي ديال الوزاره. وهذا الشيء اللي كان الحمد لله تمت المصادقه على النقاط حتى بالاجماع. يعني الحمد لله بصفه عامه الجمع العام داز يعني في احسن الظروف، يعني تنظيميا وفي المداخلات ديال الاخوان المنخرطين. يعني كانت الامور كلها الحمد لله دازت كما تمنينا الحمد لله وكما كان تيتمنى الجميع. يعني وكان هذا تيبين يعني بواحد المستوى الكبير ديال المنخرطين ديالنا والناس كلهم اللي كانوا حاضرين في الجمع اللي وافقوا كاملين على رفع السومه. كان اتفاق تقريبا كنا رفعنا السومه ديال القيمه ديال الانخراط من 5000 درهم ل 10000 درهم. 10000 درهم. وهذه النقطه هذه تم المصادقه عليها بالاجماع من طرف الاخوان المنخرطين اللي كانوا حاضرين بالجمع العام، اللي كان يعني النسبه ديال الحضور ديال الاخوان المنخرطين يعني كانت نسبه مشرفه. يعني عندنا عارف شحال عندكم تقريبا كدا 70 منخرط؟ عندنا 78 منخرط. شحال جا؟ 54 منخرط من اصل 78. يعني هي نسبة صراحة ما يمكنش يكون حضور يعني 100%، وهذه كتكون صعيب باش. ولكن اللي فهمت منك ان الحضور كان اقل في الجمعة العامة اللي قبل واقيلا. هو صراحة كان الجموع العامة تقريبا اغلب الجموع العامة كانت تدوز يعني يعني المرة الثانية، واغلبها كانت تكون بمن حضر يعني. ولكن في هذا الجمع العام ديالنا الحمد لله كانت نسبه مشرفه. انا 54 منخرط من اصل 78 في جمع عام عادي، يعني كانت نسبه مشرفه. وهذا بينات على يعني الوعي ديال الاخوان المنخرطين بالضروره ديال الحضور ديالهم والانخراط في هذه العمليه هذه ديال يعني المسايره ديال التطور اللي كاين في النادي. والحمد لله يعني كانت من ناحيه المداخلات ديالهم ولا المناقشه ديال التقرير المالي والادبي الحمد لله كانت دازت كلها في ظروف اللي هي مزيانه الحمد لله كيف ما شاف الجميع. نقدروا نقولوا هذا بين احسن الجموع العامه اللي دازوا في نادي حسنيه أكادير، لا تنظيميا ولا حتى في الطريقه في النقاشات ديال الاخوان المنخرطين والمداخلات ديالهم. يعني كانت في مستوى يعني، وكانت في كلها تتصب في مصلحه ديال النادي. سي هربا بالنسبه دابا الملائمه درتوها دابا الان الباب مفتوح باش تبداو تاخذوا الدعم كنظن دابا.
هو الدعم كان غادي يدوز غير لان كان غير التقرير المالي والادبي ديال السنه الفارطه، يعني كان غادي نفكوا هذا المشكل ديال الدعم. هنا قضيه ديال القانون الاساسي والقانون الداخلي وما دازوه في الجمع العام الغير عادي. هذا كان لان كان كما قلت لك كان تناقض بين بعض الفقرات ديال القانون الاساسي ديال الجمعيه، وهذا الشيء اللي وصلنا ليه يعني مع الاخوان، وهذا وكان مشروع ديال الملائمه ديال القانون الاساسي، وهذا الشيء اللي تم الحمد لله وداز يعني في الجمع العام كيف ما شاف الجميع. نعم. بالنسبه للكوتي الرياضي هو مهم بزاف. حسنيه تنافس اجل ضمان البقاء، وجمهور الحسنيه يهمه بشكل كبير هذه التفاصيل المهمه اللي ذكرتي. طبعا السيريه اداريه من الجمهور يهمه الشق الرياضي. شنو التوجه ديالكم رياضيا كمكتب السي هربه؟ هو احنا دابا احنا في الشق الرياضي يعني كل الدعم والمسانده للسي عبد الهادي السكيتيوي ويعني والمجموعه ديالو. فكيف ما تعرفوا احنا دابا في الرتبه 11 يعني ب 23 نقطه. عندنا مقابله مهمه غدا ان شاء الله مع فريق نهضه بركان. نتمنوا ان شاء الله الامور تمشي كيف ما احنا يعني مسطرينها وكيما ناويينها ان شاء الله، ويكون الفوز هنا بمدينه اكادير. ثلاثه النقاط اللي غتكون مهمه باش انها تزيد تعطي واحد الدفعه معنويه وتزيدنا في سلم الترتيب ان شاء الله. السي عبد الهادي السكيتيوي والمجموعه ديالو هما واعيين بهذه الظرفيه هذه تيمر لنا حسنيه اكادير ان شاء الله، وباقي مقابلات ان شاء الله قدامنا اللي غنداركوا فيها ان شاء الله هذه المساله هذه. ونقدر نقول ان شاء الله لا خوف على حسنيه اكادير. ان شاء الله قادم الدورات غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله، وغادي تدوز الامور في احسن ما يرام ان شاء الله. نعم. سمعنا انه كان دعم اكثر، رفعتم القيمه ديال الحوافز بالنسبه للاعبين بصح القضيه كاينه. السيد الرئيس مع الاخوان ديالنا في المجلس الاداري ولا في المكتب المديري، يعني في كل مقابله يعني تيكون تحفيز مالي. هذا تيكون يعني تعرف تحفيزات ماليه باش تزيد تعطي واحد الشحنه معنويه للاعبين والطاقم باش ان شاء الله يعني يزيدوا يعطيو اكثر باش ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. وهذا الشيء كاين ان شاء الله، وغيكون في ان شاء الله يعني داز في مقابلات الفايته، وكان تحفيزات ماليه اللي توصلوا بها اللاعبين كلها في وقتها. يعني تيكون تحفيز مالي في اليوم ديال المقابله، يعني تدوز المقابله بالنهار، يعني اليوم الثاني تيكونوا لي بريم ديالهم توصلوا بهم كاملين. يعني الحمد لله اللاعبين كلهم اجوا في لي بريم ديالهم في لي صالير ديالهم، ونتمنوا ان شاء الله هذا يكون يعني واحد يعني دفعه معنويه ويحفز اللاعبين باش يزيدوا يعطيو ان شاء الله اكثر ما عندهم. تفضل جمال الصيفي. انا السؤال ديالي تحيه طيبه اولا. انا السؤال ديالي بخصوص يعني الجوانب الماليه، وانتم ايضا كتعتبروها يعني هي حجر الزاويه فيما يتعلق بتدبير مش غير فريق حسنيه اكادير وانما اي فريق. فكان الحديث على انه البحث عن داعمين يعني جدد والرفع من المداخيل ديال النادي. ففي هذه الجوانب الماليه اليوم كيف يعني التصور ديالكم لها، وهاد الداعمين الجدد يعني اللي ممكن يكونوا شكون، يعني والى اي مدى ممكن تكون مداخل اضافيه بالنسبه لحسنيه اكادير اللي ممكن تعطي استقرار يعني المالي اللي هو اساسي بالنسبه لكل فريق. كما قلتي حنا كنا يعني من نهار تولينا يعني زمام الامور، كان بين الامور اللي كنا حاطينهم بالمشاريع اللي حطينا في يعني في المشروع الكبير ديال حسنيه اكادير هو يعني الجانب المالي وكيفاش ننميو المداخل الماليه ديال حسنيه اكادير. عندنا ان شاء الله كاين لجنه اللي هي مكلفه يعني بهذا الجانب المالي ويعني بالجانب ديال السبونسورين، هما خدامين على اساس باش يجلبوا مستشارين جدد ان شاء الله باش ننميو بهم المداخل ديال حسنيه اكادير. بحكم ان احنا عندنا كاين لي سبونسور اللي عندنا دابا، وكاين المجالس المنتخبه مشكورين على الدعم اللامشروط ديالهم الحمد لله، هما راه واقفين مع الحسنيه ولا تنشوفوا الحسنيه واقفه حتى اليوم راه بفضل هاد الناس هادو. يعني صراحه اللي ما بخلوش علينا في عز الازمه وفي عز المشكل ديال الحسنيه تنتلاقاوهم بجانب ديالنا والدعم ديالهم. وان شاء الله عما قريب غادي يكون الاعلان على مستشارين جدد ان شاء الله، وغادي نحطوا خطه عمل ان شاء الله اللي غادي نشرحوها يعني الناس كاملين، بحكم ان في نهايه الموسم غادي نحطوا الحصيله ديال هذا الموسم وغنحطوا المشروع الكبير ديال حسنيه اكادير ان شاء الله اللي حنا هضرنا عليه يعني شحال من مره. غادي نحطوا النقاط العريضه الخطوط العريضه ديالو ان شاء الله. نعم. بالنسبه للقضيه المتعلقه بالكوتي ديال التسويقي نقدروا نقولوا كاع لي ماج ديال الحسنيه عندها جمهور كبير بارتو في المغرب، اي مدينه كاين الناس ديال الحسنيه، كاين سواسه وكاين الناس اللي كيبغيو الحسنيه، والجمهور تيقول انه هذه الصوره وهذه الشهره ديال الحسنيه ما تم استثمارها بشكل مزيان في السنوات الماضيه، او
في الفترات السابقه واش غادي نتوما في الطرحات على الاقل في لي ريزو سوسيو في لي كونت ديالكم مثلا شي متجر شي هاد الشعبيه ديال الحسنيه يتم استثمارها في الكونتي المالي؟ نتفق معك. وهذا المشكل صراحه طرحناه حنا في اجتماعات ديال المكتب المديري، ويعني كان من بين الامور اللي حطيناها قدام عينينا. واول خطوه درناها تعاقدنا مع شركه يعني ديال هي دابا تجري لاباج فيسبوك، ويعني كل ما هو متعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وغادي يكون تسويق ان شاء الله ديال لامارك ديال الحسنيه والليماج ديالها. يعني خدامين الاخوان على هذه النقطه هذه صراحه. واذا شفتوا كاين واحد شونجمون في لاباج اوفيسيال ديال الحسنيه وفي في النوعيه ديال لي بوبليكاسيون دابا اللي كاينين والطريقه ديال التغطيه. يعني كاين واحد العمل كبير تيقوموا به الاخوان اللي في اللجنه ديال اللجنه الاعلاميه. هذا مشروع يعني حتى هو كاين. انا كنت ديما تنتكلم على مشروع كبير ديال حسنيه اكادير، تنقول راه حسنيه اكادير راه هو غادي يتحل ورش كبير في حسنيه اكادير، يعني غيهم جميع الجوانب اللي فيها سواء المالي الاداري التسويقي يعني التقني. يعني كاين واحد المشروع كبير ان شاء الله ديال الحسنيه، غير هو دابا سابق الاوان نهضروا عليه بحكم الوضعيه ديال الفريق. يعني الا جينا نسوقوا مشروع كبير حنا بعد الترتيب هذا وهذا تيكون يعني سابق الاوان. الجانب الرياضي يعاون شويه هذا حقيقه. يعني ما يمكنش انت تتسوق لمشروع كبير ديال ليماج وهذا وانت في هذه الوضعيه وتتصارع. ماشي نقول تصارع، انما يعني في وضعيه اللي ما تتشرفناش يعني. وان شاء الله بمجرد انتهاء الموسم الرياضي كما قلت لك راه يكون مشروع ان شاء الله اللي غادي يتقدم يعني للجميع. يعني نعم. مشروع كبير ان شاء الله ديال حسنيه اكادير. كنقطه اخيره سي هربال كاتب عام والناطق الرسمي الحسنيه، خلي لك ميساج موجه دابا للجمهور الحسنيه بشكل مباشر اللي تابعوا الجبل العام غيتابعوا مباريات الفريق، عارفين هي مرحله انتقاليه طبعا الكل ينتظر. خلي لك ميساج مباشر للجمهور الحسنيه. مرحبا. الجمهور ديال حسنيه اكادير صراحه حنا يعني من بين احسن الجماهير واكبر جماهير ديال اللي في المغرب صراحه. هما من النهار الاول يعني كانوا واعيين وعارفين الوضعيه ديال الحسنيه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.